وسهلا في بودكاست فرح طيف. هذا المكان نحكي بيه عن الشغف، عن الطموح. أنا وياكم شخصيا فرح طيف، مصممة مجوهرات ومؤسسة مجلة فرح طيف ومؤسسة أكاديمية فرح طيف للتدريب والتطوير. يلا تعالوا خلينا نبلش البودكاست. هاي أول حلقة راح تنزل بشهر رمضان المبارك، أتمنى أنه تستمتعون بيها. راح أحكي أشياء أبد ما حكيتها قبل، فتابعوا البودكاست للنهاية وقولوا لي شنو رأيكم، شلون كانت الحلقة. ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل حلقة من البودكاست. غلطة كلفتني سمعتي، شنو تعلمت من عندها؟ لا أبدي البودكاست حابة أراويكم ماتي التصميم اللي استوحيته من العباية والتراث العراقي. طبعا هسه راح نبدي البودكاست. احنا كل واحد بينا يغلط أغلاط ويتوقع انه هي النهاية، وبعدين ورا ما يمر الزمن يقول انا يا ريتني ما غلطت هاي الغلطة، او يا ريتني تعلمت من هاي التجربة بالطريقة الصحيحة. كل واحد بينا يغلط أغلاط، هاي هي تكون تجربة حقيقية حتى تبدي بداية حقيقية من الموضوع اللي تبدي بيه، شغلك، عملك، وظيفتك. هاي كلها هاي تجارب تعلمك شلون تبدي طريقك. أنا اليوم ما أريد أقول لك أنت لازم تتعلم من الغلط، إحنا نبدي نغلط، دائما نغلط، يعني مو غلطنا ما غلطة واحدة ها هي بعد ما نغلط، لا، دائما نغلط بس ناخذها إنه درس إنه نتعلم منه. هسه تقولوا لي فرح شلون يعني نتعلم منه؟ احنا مثلا نقول اشتغلنا بمكان وشفنا هذا المكان ورا فترة انه هذا المكان ما يناسبنا، هل احنا نضل مستمرين به او نتحطم ونقول ها هي بعد احنا ما نشتغل ولا نتعلم ولا شيء؟ لا، نترك هذا المكان ونبدي خطوة جديدة. فشلنا بالدراسة، هاي الدراسة مو يعني فشلنا بيها، هل احنا نتركها هي بعد الدراسة؟ لا، نبدي نستمر مرة ثانية ومرة ثالثة لحد ما نوصل للشيء اللي احنا نريده. طبعا اكو شيء اريد احكي وياكم، بس هذا الشيء يعني لا تاخذوا محمل الجد. اني مو دائما كان كل قرار اخذه انه هذا الشيء صحيح، لا، كانت اكو قرارات جدا خاطئة واكو قرارات جدا صحيحة، بس هذا الشيء كان يخليني من بعدها انه اختار القرار الصح وابدي بيه. يعني مثلا هسه تقولوا لي فرح انتي مصممة مجوهرات وعندك مجلة ومؤسسة أكاديمية فرح طيف، احنا اي واحد نجي نتعامل وياه لازم يكون عنده أخطاء أو عنده بدايات، بس ما يعرف شلون يتوجه بالطريقة الصحيحة. حتى المصممات لما يبدون طريق هم مو بس وصلوا للنجاح أو وصلوا للشهرة يعني هم ما عندهم أغلاط، لا، ما عرفت شلون تختار التصميم الصح، وقعد غلطت خسرت، هم بالنهاية وصلت للعالم الوردي اللي انتو تشوفوه على السوشيال ميديا. هذا اللي يشوفه العالم نقول واو ايش قد حلو، هاي شلون وصلت. هي وقعت تعثرت، عرفت شلون رسمت، سوت تصاميم خطأ، كانت عبالها انه حلوة فكرتها تسويقية، بس بالنهاية ما نجحت وياها حد ما وصلت الى مرحلة انه تشوف انه هذا الطريق اللي بدت بيه هو هذا الطريق الصح. اليوم اني من دا احكي وياكم مو دا احكي حتى ابرر ولا حتى ابين انه اني بنية الضحية، ولا دا احكي لين حتى تاخذون درس او عبرة، بس لين اكو كل واحد بيكم انه مار بنفس الغلطة ويحب يتعلم من اخطاء الاخرين حتى تكون تجربة إله. احنا كل مصممة او كل شخص ناجح وقع بهواية أخطاء حد ما وصل لهاي النتيجة المثالية اللي نشوفها. قلت لكم العالم الوردي، هذا العالم الوردي أنا شلون وصلته أو شلون بديت إنه هيجي القطعة تبدي تصمم عندي إذا ما أني تعلمت من تجربتي. بديت أخطأ، بديت أتعلم، أعرف شنو الخطأ ماتي، حد ما وصلت لهاي النتيجة من تصميم المجوهرات. أريد أشوفوها قدامكم إن شاء الله إلى أن تتحول إلى قطع يعني نهائية منفذة. شوفوا هاي عندنا أيضا هنا كلهن مقلوبات بالعكس، شوفوا هاي أيضا وهي بعكس اللوح. هاي القطعة كلها حجر اللؤلؤ مع الميدالية بهذا التطريز وهذا الديزاين. عندنا هذا الإكسسوار، عندنا هاي الصورة اللي بعدها همين إكسسوار. هذول الطالبات اللي عندي تعلمون هاي التصاميم، فأنا أحب أراويكم إياها حتى تستفادون منها. بعد شنو عندنا هذا التصميم اللي مستوحى من أهرامات مصر، شوفوا شلون
فكل تصميم كل واحد فينا مر بأخطاء يحب يتعلم منها. أنا اليوم بدي أحكيكم هاي التجربة لأن أريدكم تتعلمون منها، ومو حتى أطوشكم ولا أحب إنه أجرح أحد، لا بالعكس، أنا أريد الخير مثل ما أريد الخير لنفسي أريد الخير لكم هم. شوفوا كل تصميم متعوب عليه حد نوصل لهاي النتيجة النهائية. شوفوا أنا اليوم بدي أحكيكم عن الأخطاء. ليش بدي أحكيكم؟ حتى أنتوا تتعلمون من عندها، لأن إحنا شنو متعلمين دائما نشوف النتيجة النهائية، ما متعودين إنه نشوف إنه الشخص شلون تعلم، شلون بدأ، شلون كانت الخطوات مالته. دائما نحب نشوف النتيجة النهائية، النجاح، هذا بس ما حنا يحكي عن الخطوات أو الكواليس. فأصعب شيء من تعرفين الخطأ وتبقين مكملة بيه بالأخير توصلين عمر يفوت وتوصلين مرحلتين. وأني حاحكي لكم شخصيا بهذيك الفترة أنا كنت مستعجلة، كنت أريد أثبت نفسي. طبعا هو كل واحد يحب إنه يصير مستعجل، يريد يثبت نفسه، يثبت حضوره بين العالم، بس هذا الشيء خطأ. إذا ما نتعلم من الأخطاء ونطلع بطريقة بيرفكت للمجتمع أو للناس نقدم المنتج الحقيقي لنفسنا أو لمشروعنا، غلط. لازم نطلع بطريقة حلوة مثالية، نكون واثقين من نفسنا، واثقين من خطوات. طبعا أكو خطأ إنه أنت تريد تسبق غيرك حتى توصل قبل غيرك. شايفين هذا الشيء؟ هذا الشيء جدا خاطئ. لازم نعرف إن شلون إنه نوصل القيمة بالطريقة الصحيحة، وما نستعجل أبد، وما نسبق أحد قبلنا وصل. يمكن يكون النهاية مالته فاشلة، بس إحنا إذا تأنينا وكنا يعني خطوة بخطوة مشينا، لا نوصل لطريق النجاح، نوصل مثل ما إحنا نريد بالضبط. طبعا باعوا كان أكو دائما صوت داخلي يقول لي هذا الصوت إنه أنتي راح توصلين، أنتي راح تكونين شخصية ناجحة. بس بالنهاية أكيد هذا الصوت ما راح يكون الصوت الداخلي هو الصوت الحقيقي، بس أكو شيء يقول لك أوقف، اتأنى، لا تستعجل، أنت تريد توصل لهذا الشيء بالطريقة الصحيحة. لازم باعوا لما نسوي قرار لازم نعرف إنه هذا القرار إحنا اللي اختاريناه، راح نتحمل النتيجة مالته حتى لو كان خطأ أو كان صح. وبالنهاية نختار هذا القرار ونسوي. الناس مهما شافت نيتكم أو حكمت عن الموضوع أو تنمرت، يبقى قراركم أنتوا اللي اختاريتوا مهما كانت النتيجة، وتتحملون العواقب مالته. الناس مهما شافت نيتكم، المهم أنتوا نيتكم قلت لكم وصوتكم الداخلي هذا ما يأثر ولا راح يقيم العالم. بالنهاية الناس هي تحكم سواء كنتوا على صح أو كنتوا على خطأ. بعدين أني يعني بهذا الطريقة الناس لمن يعني قلت لكم بداياتي حكمت علي وبدأت تنمر لي زواجد هذا التنمر من عندهم، لأن كنت أعرف إنه أنا شنو راح أوصل، شنو راح أريد. لأن هم دائما خلي أحكيكم هذا الشيء طبعا تسويقي، دائما يشوفون المحتوى المختلف يبدون مرحلة التنمر، التسقيط، يحبون يعني ما يتمنون الخير لغيرهم. إذا شافوا فكرة جديدة وتطلع على السوشيال ميديا لا يحكمون، يثمرون، يريدون يسقطون بالشخص، يكسرون الشخص هميا. بس انتوا اذا تآمنون بموهبتكم وبطموحكم مستحيل اكو اي شخص يحاول يقلل من قيمتكم. وهواية مشاهير قللوا من قيمتهم بالبداية اول ما قالوا، يعني حتى فنانين اذا ظهروا تتذكرون قالوا هم ما عندهم صوت، انه هم ما عندهم الموهبة. بعدين هم حتى اللي صعب هو مصمم هاي، بس هسه الناس تتنمر عليه وتقول تصاميم عادية، مع العلم هو قمة الإبداع والذوق موجودة بتصاميمه. لحظة إدراك أريد أقول لكم عليها. أقصى شيء مو كلام الناس لكم، أقصى شيء من يشوفون في عيون الناس نظرتهم لكم شلون تصير. فكل شيء مو لازم إنه أنتوا لازم تختارون. أنا حتى من سويت هاي المجلة سويتها بآني طريقتي بإصراري، أعرف راح تخدم هواية بنات بالعراق أو بالعالم العربي وحتى العالم الأجنبي، يعني ما عندهم المحتوى والخبرة اللي موجودة هاي داخل المجلة. ويتسا قبل كم يوم طبعا كتب لي واحد تعليق انتي شنو مسوية فد إنجاز، هذا الإنجاز من تنقله خبرات سنين ما يحصلون هذا المعلومات. طبعا أول درس تعلمته إنه مو مهم من نية الناس إلك، المهم أنت تعرف شنو نيتك اتجاههم وتكشفهم على حقيقتهم.
طبعا أكو هاي دروس أو نقاط مهمة راح أذكر لكم إياها بالبودكاست وأريدكم تتعلمون بيها، لأن هاي المعلومات أبد ما متوفرة بأي مكان ثاني. مو مهم تتعلمون إنه شلون توصلون، بس المهم تاخذون فرصتكم بكل مجال تدخلون إليه. يعني إحنا كل ما عندنا فرص، وكل واحد سبحان الله الله موزع الأرزاق ومختار لكل شخص فينا فرصة أو رزق إله، نختار الفرصة اللي احنا نريدها بالمكان اللي نريده بالموهبة اللي عندنا ونستغلها ونثبت بيها وجودنا. هذا الاستعجال طبعا انتو كلش مهم راح يفيدكم. الاستعجال شنو يكلف النتيجة، يعني شنو؟ لكل فعل ردة فعل. أنا من هستعجل ممكن ما تصير الشغلة مثل ما أنا أريد، أو ممكن المشروع مالتي يفشل، أو ممكن الشغل اللي أنا أروح له مستعجل إنه ضروري إنه يوافقون إلي ما راح أشوف المكان المناسب إلي، أو ممكن حتى لو إذا أدخل بشي إنه أني ضروري إنه أدخل حصل عندي ظروف وما راح أكمل بهذا المكان اللي أنا أريده. فدائما خلوا أفكاركم أو خطواتكم بالتأني، وخلوا اسمكم قبل كل شيء. يعني شنو اسمنا قبل كل شيء؟ الفلوس ترجع، الفرص تتعوض، بس اسمك ونيتك تحافظ عليها، هاي أهم شيء بالحياة. هذا الشيء الوحيد اللي مستحيل يرجع أو مستحيل يتعوض. شغلة إنه مرات تروحون تشتغلون يم صاحب مكان، إنه تلاقون إنه هذا صاحب المكان كلش عصبي، إنه يصيح يعيط على الموظفين، يريد شغله يصير بسرعة. هذا الشخص يعني إذا تشوفوه هذا يريد يفرض شخصيته أو يبين إنه هو قوي، بس هذا الشيء أبدا مو بهيج قوة. ممكن يكون شخص تشوفوه تعامله لطيف ومسيطر على الوضع. هذا الشخص وين؟ والشخص العصبي ويصيح عليك ويهينك، يريد حتى بس يبرز شخصيته إنه يبين هذا الشخص قوي. لا، الصياح مو حل، التفاهم، العصبية هم مو حل. أنا أعرف شلون يكون صمتي وقت الكلام. إذا أشوف شخص عصبي أو هاي، إذا حجاب هو حيصير عصبي وأنا حصير عصبية، وبالنهاية ما راح نوصل لأي نتيجة. عقدة البناء، احنا شلون نتبع خطوات، او انا شلون اتبعت هاي الخطوات حتى ابني نفسي. اول شي راجعت نفسي خطواتي ورا شنو الاخطاء اللي صارت وياي، شنو اللي ما قدرت اني انجح بيه او ما اتوفق بيه، هل الخلل مني او كان الخلل من العالم. فعرفت من شنو الخلل. هل هم كان تعاملهم سيء؟ طبعا هم تعامل اي شغل اي صاحب مصنع حاليا، وخاصة اذا كان عمره كبير يحس انه هو وصل الى هذا الشيء بصعوبة، فهو طبعا حيكون تعامله خطأ مع الموظفين. قلت لكم قبل شوي ودائما لازم اشوف الخطوات اللي اني اختاريتها هل كانت هي هاي الخطوات صحيحة لا. قراراتي هل كان اكو شيء بقراري خطأ. وهنا بديت ابني نفسي من جديد بهدوء، وعرفت انه كل شيء يبدي من الصفر بس يتراجع. حتى لو خسارة رجعت بنيت من الصفر، هذا مو يعني نهاية الطريق، أبدي من جديد مرة ثانية. هي هاي الحياة، هاي سيستمنا للحياة، ماكو شي نبدي ونريد نحصله ويستمر. مثل ما أكو فوز أكو خسارة، مثل ما أكو خسارة أكو ربح. ضروري وأهم خطوة الهدوء، التركيز، الحكيمة يعني شنو؟ يعني الحكم على الموقف، ما أحكم على نفس الموقف بنفس اللحظة ونفس الدقيقة. غلط، هذا الشيء أبدا صحيح. أعرف شلون أتأنى، أكون هادئة بتركيزي بهدوء. طبعا خبرتني بس تنزل. فقلت لكم الهدوء أهم شيء والحكمة من الموضوع. من بعدها أني هاي قلت لكم مهما يكون هاي مو النهاية، هاي تكون بداية الطريق. إذا أنتي بداية الطريق لا تستعجلين حتى تثبتين نفسك، بالعكس امشي خطوة بخطوة بطريقك وبهدوء وبحكمة. والغلطة اللي كلفتني سمعتي علمتني أختار نفسي قبل ما أحد يجي يصفق لي. هاي المجلة علمتني إن النجاح ما يجي بسرعة، يجي بهدوء، ويعلمني شلون أتعلم من الأخطاء وراجع المواقف ويا روحي حتى أبني شي بالطريقة الصح. هسه احكيلي شي الخطأ أكثر غلط بحياتك صار وتندمتي عليه، وإذا عجبتك القناة اشتركي بيها وفعلي جرس التنبيهات، ولا تنسوا تتفاعلون ويا الفيديو وتكتبوا لي شنو رأيكم بالحلقة. مع السلامة وأشوفكم بالحلقات الجاية.